مساء الخير. السؤال ده عظيم بصراحة، من أم يعني تشعر إنها محروقة على ولدها، ولكن ممكن بسبب ظروف معينة أو قلة معرفة أو كذا العلاقة اصطدمت مع بعض وصلت لمرحلة يعني زي ما انتم شايفين. السؤال بيقول: عندي ولد عمره 20 سنة، عصبي، عنيد، أناني، كذاب، منافق، يحب نفسه، منعزل، رأيه هو الصح، لما نتناقش معاه صوته أعلى مني أنا وأبوه، ما يخلينا نكمل كلامنا. وإذا تكلمت ما يسمح لي، يقول لي خلينا أكمل كلامي، ما يعطينا فرصة نتكلم. دائما يحاول يبين إنه مظلوم، وإحنا ناس ظالمينه، نعطي أخوه حقوق أكثر منه. رغم ده كله وهو أحب عيالي لي. مع احترامي الشديد يعني لهذه الأم الفاضلة اللي قلبها محروق حرفيا، وأنا أب وأعرف وأقدر جدا شعور لما تشوف ولدك على غلط. لكن إذا ابنك أنت شايفة فيه إنه كذاب ومنافق ومغرور وكل القصص اللي أنت قلتيها دي، كيف تبغي يكون بينك وبينه لغة حوار؟ أنت بتتكلمي عن مراهق عمره 20 سنة، لسه بسم الله دوب وقال يلا فتحنا أبواب الحياة، لسه بسم الله دوب على قولتهم فقص من البيضة. قسمنا الشكوى هنلاقي فيها 3 فصول رئيسية. صفاته السيئة كلها جمعتها في يمكن ولا 5-6 سطور. بعدين إنه هو أحب أولادها لها، وبعدين إنه هي ما هي عارفة تتعامل معاه، وتشخيصها للموضوع إنه هو ممكن عنده مشاكل نفسية. طبعا إذا دخلت في الدوامة دي فمشكلة كبيرة جدا. تشخيص مرض نفسي أو اضطراب حتى نفسي أو أي مشاكل سلوكية لازم يكون عن طريق شخص مختص، مش أي واحد يجي ويشخص ويمشي. أنا ما أعرف بالضبط هو إيش أوضاع البيت، هو مين اللي بيصرف في البيت، مين اللي متحكم، يعني إيش الأسباب اللي خلت الابن يوصل للمرحلة دي إنه أمه شايفته بالتصرفات أو بالسلوكيات دي كلها، ويعني تقريبا ما قالت فيه ميزة واحدة كويسة. ولكن إذا منظور الأم لابنها كده، فتخيلوا معايا كيف ممكن يكون أسلوب الحوار والنقاش اللي بين الأم والابن. الابن محتاج رعاية ومحتاج إنه أحد يحتضنه. الشوارع بعد يعني والناس اللي برا في منهم ناس خطيرة بصراحة، ما تقدر تسلم لهم ابنك. فلما ما يلاقي الرعاية دي في البيت، هو يروح يعوضها برا، يعوضها من ناس، من صاحب، من صحبة ممكن يضحكوا عليه ويستغلوا الفراغ العاطفي اللي هو عايشه، ويستغلوا يعني صغر سنه وإقباله على الحياة، يستغلوا الشباب والمراهقين في الفترة دي، وممكن يحدث أي حاجة بعد كده. اللي أنا بشوفه، اللي أنا رأيي اللي لا يشكل أهمية، خصوصا إن أنا ما أعرف تفاصيل كثير في الموضوع، يعني أنا ما أعرف هو مثلا هو بيعلي صوته ولا هو بيتكلم بأسلوب مش كويس. ليش؟ قد يكون أنتوا اللي حارمينه من كل حاجة في حياته، وهو يبغى ياخد حقه بس، وأعتقد إنه ده من أبسط حقوقه إنه هو ياخد حقه. أنا ما أعرف بالضبط إيش التفاصيل اللي موجودة في القصة، ولكن اللي بنصح فيه كالتالي: أولا فكر كذا وخلينا نفكر مع بعض. ليش المراهقين أكثر ناس ممكن يتجروا لإرهاب، للمخدرات، لأي حاجة، حتى للحاجات الكويسة؟ أحسن ناس ممكن أنا أشتغل عليهم وأغيرهم وأعلمهم ويحضروا دورات وكل حاجة برضو المراهقين، حتى الأشياء الكويسة والأشياء السلبية المراهقين هم أسرع ناس ينجروا ليها. ليش؟ لأنهم هم في مرحلة بحث، وهم محتاجين لناس يشبهوهم، محتاجين إنهم يعيشوا ويتعايشوا مع كيف نقول جماعات عندهم نفس الاهتمامات، وهم بتلاقيهم يبحثوا على طول عن اهتمامات مختلفة. كل يوم بتلاقيه على حال، مرة يلعب كورة، مرة يحاول يغني، مرة يحاول يرسم وغيره. فحاول إنك تجد حاجة مشتركة بينك وبين ابنك المراهق أو بنتك المراهقة، وعشان ما ممكن أتفهم إنه فرق العمر قد يكون كبير، وبالتالي ما تقدر تجد حاجات مشتركة بينك وبين ابنك أو بينك وبين بنتك أو خلافه، لكن تقدر تخلق الحاجات دي بينك يعني بين الأبناء وبعضهم. تقدر تخلق حتى أشياء يعني
مش لازم انك يعني تلعب معاهم وتنزل مرة لرغباتهم خلينا نقول الطفولية، لكن تقدر تخلق حاجات قدر المستطاع، يعني اللي تقدر عليه تشوف انه مناسب لابنك او بنتك. الحاجة الثانية اللي بنصح فيها انه المراهقين محتاجين احد يسمعهم. تمام، يسمعهم بصغاء كذا بتركيز. فهم بيروحوا برا لناس انت ما تعرفهم وبيسمعوا لهم، فحاول انك انت تسمع لهم، او يا حاول انك انت تسمعي لبنتك او لولدك قدر المستطاع، حتى لو ما عندك حلول اسمع له بس. ولو لقيت حلول يكون الخير وهله. حط في بالنا كمان انه المراهقين خارجين من مرحلة الطفولة لمرحلة الشباب، من مرحلة الضعف للقوة، حابين يجربوا الحاجات اللي عشان يعملوها الكبار. تلاقي الولد رايح ناحية التدخين، او مثلا حب سفر، او انه يدخل في علاقات عاطفية او تفحيط او غيره. البنت داخلة نفس الكلام، ممكن تدخل في علاقات عاطفية مع شباب. لبس معين، تبغى تلبس قصير عريان مش عارف ايه، تصبغ شعرها. الاشياء دي اللي ما كانت تقدر تعملها وهي طفلة، وكانت تتمنى لما تكبر تعملها، الآن هي نفسها فيها. فنبطن نضغطهم، ولازم نراعي الأفكار اللي هم في بالهم. وأعتقد إنه إحنا كآباء وأمهات مرينا بالفترة دي وعارفين إيش كان تفكيرنا في ذيك الفترة وكيف صرنا لما كبرنا. فنبطن نضغطهم بكثرة الرفض والطلبات والأوامر، ونحاول إنه إحنا نكون معاهم متساويين، ما نأمرهم من فوق يشعروا إنه إحنا فوقهم. السؤال اللي ذكرته في البداية أعتقد هو مجرد اعتقاد أنا متأكد منه، إن الولد اللي بتتكلم عنه الأم هذه أعتقد إنه مدلع جدا، وبالتالي كبر راسه. لما كان طفل كان مدلع جدا، لما صار مراهق صار بيعمل تصرفات بالنسبة للأب والأم يعني كوارثية. فلما رفضوا، لما قالوا له لا ممنوع، لما حاولوا إنه يتناقشوا معاه اكتشف إنهم تغيروا عليه. الولد المدلل اللي كان يعني يعمل اللي في راسه الآن صاير مرفوض، والأب والأم يرفضوا أغلب طلباته، وبالتالي عشان كده حصل الصدام. أعتقد ذلك. موضوع التعامل مع المراهقين شاق وشيق، صعب لكنه ممتع. في كتاب قريته كان اسمه ابني يدفعني نحو الجنون أو حاجة زي كده، ابني مراهق يدفعني نحو الجنون. هحط لكم ده، هطلع صورته من جوجل وأنزل لكم إياه. ممتاز جدا وفي منتهى الروعة. طلع اسمه ابني المراهق يقودني إلى الجنون. كتاب ممتاز، أنا بنصح فيه للأمهات أو الآباء اللي حابين إنهم يعني يتعلموا كيف يتعاملوا مع أبنائهم المراهقين. والكتاب المفروض إنه يقرأوه الأب والأم. في كتاب ثاني مفروض يقرأوه الطفل أو عفوا المراهق، اسمه العادات السبع للمراهقين. العادات السبع هذه سلسلة كتب، في منها كتاب اسمه العادات السبع للمراهقين، ده ممتاز برضو للمراهقين لو قري الابن أو البنت نفسه. في كتاب ثالث ده ممكن يقرأوا يعني المدرسين أو الدكاترة في الجامعة والآباء والأمهات وكل من يتعامل مع المراهقين وحتى المراهقين نفسهم، اسمه كيف تصغي إلى المراهق، شيء زي كده. حط لكم برضو صورته تحت. كتاب بيتكلم انك انت كيف لما يعني تتحاور مع المراهقين، ايش الطرق المثلى اللي تخليهم يسمعوا لك، وكيف هم لما يتكلموا ايش الطرق المثلى اللي مفروض انت تسمع لهم فيها. فكتاب جيد برضو بنصح فيه، ده للكل، مراهقين وآباء وأمهات ومعلمين وكل حاجة. معليش طولت عليكم، بس موضوع المراهقة ده موضوع شيق، والحلو في الموضوع انه احنا برضو مرينا فيه، فانت تتكلم عن تجربة وعن اطلاع ومعرفة تحب يعني تمارسها على أبنائك، وعلى مشاكل بتواجهها. يعني لسه أولاد صغار لسه ما وصلوا للمراهقة، لكن الله يستر حيطلعوا عين أبويا وبس. خلاص خلصنا. إذا في برضو أي أسئلة تفضلوا، الخاص مفتوح، وأي أحد حابب يسأل أي سؤال تفضل ارسل لي ومن عيني. مع السلامة.